شيء ملفت. سورة الغاشية. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. خطيرة 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 وملفتة للنظر. سورة الفجر آخرها نداء. كلنا نتمنى أن ننادى به: يا أيتها النفس المطمئنة، يا ارجعي. الله، ارجعي. الله، يعني هي كانت هناك بقى، دي كانت هناك. خد بالك، ما بقولهاش تعالي، بقول لها ايه؟ ارجعي، والرجوع عود الى بدء. صح؟ الى ربك. شفت بقى؟ شفت كلمة ارجعي دي؟ الله، يبقى احنا كنا هناك بقى. احنا كنا هناك فين؟ فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. شوف، وكلمة بقى راضية مرضية. الله، يعني ايه راضية مرضية؟ ما هي دي. هو انت لما تبقى راضي مش تبقى مرضي؟ لما تبقى انت مرضي مش تبقى راضي؟ لما ارضيك انا تبقى انت مرضي مش تبقى راضي؟ مش كده ولا ايه؟ هم مالكم زرعتوا كده؟ ما خدتوش بالكم منها قبل كده؟ صحيح؟ طب انا كمان ما خدتش بالي منها الا النهارده. برضه التامل يجيب حاجات غريبه قوي. ايه راضيه مرضيه دي؟ صحيح. طب ما هو بدم مرضي يبقى ايه؟ راضي. وبدم راضي يبقى ايه؟ لا، بس عنده هو حاجه تانية مش ممكن تكون فيها تكرير ابدا ابدا. فيها حاجه. ايه هي؟ عاوزين نعرفها. يا رب اجعلنا منهم يا رب، عشان نعرفها. ما هنعرفها هنا ازاي؟ عايزين نعرفها هناك. ربنا يجعلنا منهم. انما الايه حلوه وتخليك تسرح انك انت كنت هناك. ده اكن الناس دي اللي بيتقال لهم الكلام ده كانوا هناك، وكانوا معاه، كانوا عنده، كانوا في الجنه، كانوا راضيين، وبعتهم رحله الدنيا وخد باله منهم ورعاهم وكفاهم وهداهم واصلح حالهم وبالهم، زي ما قال في سورة محمد: سيهديهم، الوحيدة في القرآن كله، ويصلح بالهم. يعني ايه؟ ما سبناها قاعدين من ضمن الحاجات اللي احنا ما قلناهاش كتير. ويصلح بالهم. ايه الحكاية دي؟ بيقول له ارجع مطرح ما كنت. يا حلاوة يا عيني. سورة البلد. شوف ربنا بيقول للإنسان الغافل ايه: أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين. يعني اللي خلاك تشوف لازم يكون بيشوف. طبعا مش معقول يخليك انت تشوف ويبقى هو ايه؟ ما يشوفش. فاقد الشيء لا يعطيه. أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين. طيب ولسانا وشفتين، مالها بقى؟ مالها دي؟ وهديناه النجدين، ودي كمان مالها؟ رد على ايه؟ لما تشوف الأسئلة: أيحسب أن لم يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا كتير، أيحسب أن لم يره أحد. الجواب على طول: ألم نجعل له عينين. خلاص. طب ولسانا وشفتين دي، وهديناه النجدين. وبعدين بيقول لك: فلا اقتحم العقبة. يعني ده أكن كل إنسان مننا قدامه عقبة كؤود
يعديها ازاي؟ ضرب لك امثله غريبه قوي. مره في عمرك تطعم يتيم ذا متربه، او تطعم مسكين ذا مقربه. مره بيقول لك فلاقتحم العقبه وما ادراك ما العقبه، فك رقبه، ما فيش منها دلوقتي. او اطعام في يوم ذي مسغبه يتيما ذا مقربه او مسكينا ذا متربه. مره طب طول ما انت ماشي هتطلع من جيبك وتدي، ما انت مش ضامن. ما انت اللي بتديله ده بياخد فلوس يعمل بيها ايه؟ يشرب بيها جوزه جايز، محترف بيلم جايز، مش محتاج مستكثر جايز. طب اوصل لها ازاي؟ اوصل لدي ازاي؟ قول يا رب انه يخلي الصدقه بتاعتك تقع حيث يجب. الأعلى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. سورة الشمس. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. يعني كأن الإنسان، كل إنسان يخلق جواه الخير والشر. الإنسان ممكن يبقى شيطان مريد، والإنسان ممكن يبقى ولي صالح. مرة أنا في خطبة من الخطب لما بتأمل في الخلق وبقول وولي تلوذ الدنيا به وعصي تتعلم منه الشياطين. بقول كده ونبي لم يجد مؤمنا في عصره ونبي نشر في الارض اليقين. اما بنقول الكلام ده، اما اقول ولي تلوذ الدنيا به، هذا بني ادم، انسان. والشيطان اللي بيبقى زي الشيطان اللي اتعلم منه الشيطان ده والعياذ بالله شيء مذهل. يعني كل انسان جواه الخير والشر، ربنا اداله دي واداله دي. قد افلح من زكاها، مش كده؟ مش نفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من. بس ازاي؟ طب اعمل ايه؟ هنرجع تاني لايه؟ وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. يبقى برضه في دي قول يا رب. ولذلك اللهم آتي نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها لك مماتها ومحياها. الدعوة اللي علمها لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، علمها لنا. اللهم آتي نفسي تقواها زكيها أنت خير من. أنا ما أعرفش أزكيها. ما قد أفلح من زكاها. أيوة طبعا. طب إزاي؟ طب فين؟ أنت خير من زكاها. ممكن برضو هنا في المقدمة يمكن كنا بنقول وزك نفوسنا أنت خير ملتجأ واجعل الدنيا حرثا لأخرانا. الإجابة اهي، سورة الليل وراها الليل. إن علينا للهدى. خلاص ما دام عليه الهدى خلاص يبقى نطلب منه إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. طب خلاص ما دام الهدى عليه، ايه اللي علينا احنا بقى؟ نقول يا رب بس خلاص. سورة الضحى